بجنا ساكر وسقية بهر كبير شورية كبير بالفاشية بهادو كير لبجنا تروسكية النجيان آزادي على مر العصور كانت المرأة هدفا للظلم والتهميش في مختلف أنحاء العالم وفي منطقتنا تحديدا. عانت النساء من قسوة الأنظمة الاستبدادية المتمثلة في الذهنية الذكورية والتي سلبتها حقوقها وحاولت فرض قيود على حياتها سواء على الصعيد الاجتماعي أو الصعيد السياسي. مع ذلك وبظهور حركة التحرر الوطنية وحركة المرأة الحرة التي تمثلت في أفكار القائد عبد الله أوجلان، كان للمرأة في مقاطعتنا وبعد القضاء على تنظيم داعش الإرهابي دور ريادي في مواجهة الظلم والتحديات، وبدأت في نضال طويل من أجل استعادة حقوقها وحريتها. وأكدنا أن التحرر الحقيقي لا يأتي إلا من خلال تحرير المرأة نفسها، فكلما تحررت المرأة تحرر المجتمع. نحن كرجال ومجتمع لدينا مسؤولية كبيرة في هذا التحول الاجتماعي، علينا أن نكون جزء من هذا التغيير وأن نعمل جاهدين على أن نكون داعمين للمرأة في كافة المجالات.